ازاي تعرفي الشيب بتاع وشك؟ اول حاجه هنحتاج شريط قياس او مازوره وهنقيس المقاسات دي. هنقيس الطول من عند الجبهه لحد الدقن، هنقيس العرض من عند تحت العين، كمان هناخد مقاس الخدود، اخر حاجه هو مقاس الفك او الدقن. بعد كده هنقارن القياسات دي وعلى اساسها هتعرفوا الشيب بتاع وشكم. اول نوع هو الوش الدائري او المستدير، وده بيكون قياس الطول والعرض واحد. عشان تعرفي بالظبط الجبهه بتكون هي كمان مستديره، الخدود هتكون بارزه وواضحه ومش هيكون عندك خط الفك، هيكون نازل برضو مستدير. تاني نوع هو الوش المربع، ده بيكون خط الطول وخط العرض متساويين ولكن بفرق، الجبهة بتكون عريضة وواضحة وكمان خط الفك بيكون عريض، يعني عكس الوجه المستدير بالظبط. الشكل الثالث هو الوجه المثلث، وده بيكون خط الطول أطول شوية من خط العرض، اللي هتلاحظوه من اسمه مثلث، يعني الجبهة هتكون صغيرة وخط الفك هيكون عريض. بيكون اكبر المقاسات عند الفك، وبعد كده الخدود بتكون مقاسها اصغر شويه، وبعد كده الجبهه بتكون اصغر حاجه. الشكل الرابع هو المثلث المقلوب او القلب، ده بيكون عكس القياسات بتاعه الشكل المثلث. طبعا الطول نسبيا بيكون اكبر من العرض، ولكن الاختلافات الجبهه هنا هي اكبر المقاسات، بعديها بتكون الخدود اقل منها في المقاسات، اخر حاجه هي الفك يكاد يكون مش موجود، ممكن تبقى دقنه صغيره. الوجه المستطيل وده بيكون واضح جدا لان قياس الطول بيكون اكبر مره ونص من قياس العرض. والشيب ده هتلاحظوا ان الجبهه والخدود والفك كلهم تقريبا نفس المقاسات. الوجه الالماسي او الشكل المعيني، من شكله كده بيكون الطول اكبر من العرض، الجبهه بتكون صغيره، الخدود بتكون بارزه، الدقن او الفك تقريبا مش هيكون موجود بس هيكون دقن مدبب، يعني الدقن بتكون واضحه. اخر نوع وجه هو الوجه البيضاوي، وده بيكون مقاسات الطول اكبر من مقاسات العرض بمره ونص. عايزاكم تتخيلوا الوجه ده على شكل بيضه مقلوبه، بيكون شكلها من فوق عريض وبعد كده بتنزل على ارفع من تحت، يعني هنا الجبهه هتكون واضحه، الخدود هتكون اقل شويه، الفك مش هيكون ظاهر وهيكون فيه دقن ولكن مش هتكون دقن واضحه، هتكون واخده شكل دائري.